برحب بيكم مرة تانية ومنورنا في استوديو يوم جديد مايكل كمال خبير التنمية البشرية اللي هيعلمنا كتير النهاردة عن مفهوم كلنا محتاجينه السعادة. برحب بيك وصباح الخير عليك، ان شاء الله يوم سعيد عليك. ميرسي على حضرتك. مايكل، هنعيش معاك مع مفهوم السعادة. وعموما الكلام العلمي بيختلف كتير عن الحاجات اللي احنا حاسين بيها، بس احنا عايزين نربط الاتنين ببعض. انا تمام. نفسي اكون سعيد. هو اولا الكلام هيبقى مبني على حاجات علميه اكتر، مش رؤيه شخصيه او حاجه، بحيث ان هي دي ابحاث ناس عملت الكلام ده على مدى عشرات السنين تمام. ودرست السعاده في مناطق كتيره والناس مختلفه في كل الحاجات، منظمه مثلا جالوب وحاجات زي كده. اه. فعملت احصائيات واسعه جدا عشان تقدر تحصر الموضوع. حته السعاده دي للاسف بيبقى لينا عاده منظور مغلوط عنها، يعني انا مش عارف امتى اكون سعيد او ايه اللي بيخليني سعيد او ايه اللي مش بيخليني سعيد. والاغرب من كده مثلا ساعات احنا مثلا نسال في محاضره او حاجه انت سعيد او مش سعيد، ايه اللي بيخليك سعيد، بتلاقي الناس مش عارفه تجاوب. يعني الناس مم. حتى مش محدده ايه بالنسبه لها الحاجات اللي بتحقق لها سعاده. انا ممكن يكون في عندي 10 او 20 او 100 حاجه بتحقق لي سعاده، بس انا مش عارف ايه اللي بيحقق لي، فمش هبقى سعيد. فمبدئيا لازم ابقى واضح ايه الحاجات اللي بتحقق لي سعاده. تاني حاجه، السعاده ايه هي بيعرفوها ان هي الانفعالات الايجابيه او الاحساس بمشاعر كويسه، بالاضافه لنقطه تانية ان انا بقيم حياتي ازاي. لان انا ممكن يكون عندي حاجات كتير جدا ومش حاسس ان انا سعيد، ممكن صح. يكون ما عنديش حاجه وحاسس ان انا سعيد جدا. او الفكره بتاعت البلو برينت او المخطط، المنظور اللي انا حاطط بيه الحاجه. في ناس بتبقى عندها مخطط سيء جدا، لازم كل حاجه تمشي بصوره معينه والناس تتكلمها وتعمل كذا وكذا كذا 100 حاجه تحصل عشان يحسوا بسعاده. يعني مضيقين على نفسهم قوي جدا. او رافعين سقف بز... السعادة. ومش في ايدهم، يعني عاده لو اه. لو ربطت سعادتي بحاجات مش في ايدي هبقى اغلب الوقت مش سعيد. اه. لان انا حاططها في ايد اللي قدامي باستمرار. لو حد اتصل بيا مثلا هبقى سعيد وحاسس بالناس بتحبني ومهتمه بيا، طب افرض ما حدش اتصل، يبقى انا هنا بقيت تعيس وهكذا. فلما بربط الحاجه كتير بالناس انا هنا بحدد دوري في الموضوع. هايل.